اوقات بنفسر مقاومتنا للتغيير على اساس انه هو خوف. بنقول اصلا لسه متردد، لسه مش متأكد، خايف ان انا اخد الخطوة الفلانية، مع ان في الحقيقة هو الخوف في الوقت ده هو مش هو اللي ماسك الدركسيون خالص. دي حاجة تانية خالص هي اللي بتسبب لك احساسك بالخوف ده. انا آية مصطفى، تعالوا نفكر قبل ما نقرر. في شخصية كده جواك اسمها الفاميليار سيلف او الذات المألوفة، ودي بتكون صديقتك او صديقك اللي عايش معاك حياتك كلها، اتكون معاك على مدار السنين، هو اللي قدر يحميك من حاجات كتير، وهو اللي قدر يقود حياتك ويوجهك في حاجات كتير. لما الظروف بتتغير، لما حياتك بتتغير والمواقف بتتغير وطبيعة قراراتك بتبقى محتاجة انها تتغير، انت بتحس ان انت بتخون الفاميليار سيلف دي، بتحس ان انت بتعمل حاجة هي ضد شخصيتك وضد نفسك، مع ان في الحقيقة هو نفسك اللي انت متعود عليها دي هي ممكن تبقى مش مناسبة، ومحتاجة انها تكبر، ومحتاجة انها تتعلم حاجات اكتر، ومحتاجة انها تكتسب خبرات اكبر. فلما بيحصل اختلاف ما بينك وما بين الفاميليار سيلف بتاعتك او الشخصية اللي جواك او ايا كان، ده بيبقى اسمه الايدنتيتي فريكشن او احتكاك الهوية. انه انت فجأة بتحس ان انت متناقض، ان انت كنت مؤمن بحاجات وماشي بيها ومعتقد انها صح، بعدين فجأة انت محتاج تغير كل ده، محتاج ان انت تتنازل عن حاجات كانت مهمة بالنسبة لك، محتاج ان انت تغير وجهة نظرك في حاجات معينة عشان تقدر تواكب العصر، وتقدر ان انت تتخذ قرارات معينة او تنجح في كاريرك او تنجح في حياتك او ايا كان. فهنا بيحصل الاحتكاك بتاع الهوية، وده بيسبب ساعات مشكلة كده ما بينك وما بين نفسك، اللي هو أنا مين فيهم؟ هو أنا الشخصية القديمة اللي أنا متعود عليها دي، ولا أنا الشخصية الجديدة اللي المفروض إنها تتحرك بالشكل ده والمفروض إنها الصح ليها؟ هو أنهي فيهم الصح؟ وهو ده اللي بيسبب احتكاك الهوية أو الايدنتيتي فريكشن. في حاجة بس عايزة يعني أأكد عليها، انه مش عشان انت مثلا في حاجة معينة خلتك تقرر انه انا محتاج اتخلى عن الفاميليار سيلف دي، وان انا اتطور او اجيب او اعمل شخصية جديدة او اطور نفسي بشكل معين، انه ده معناه ان الشخصية القديمة كانت ضعيفة او كانت مش كويسة او ايا كان. لا خالص، ساعات بيبقى بس انه الظروف حكمت عليك انه انا محتاجة اغير في الحاجة دي، انا في مبدأ معين كنت مؤمن بيه ما بقاش ينفع اكون مؤمن بيه خلاص، ما بقاش ينفع ان انا اصدق ان انا ممكن انجح من غير اي مجهود، ما بقاش ينفع ان انا افضل مصدق انه هعرف اغش على طول. اكتشفت مع الوقت ان لا، لازم ابذل مجهود، ان انا لازم اتعلم، ان انا لازم يعني هجز على نفسي شوية عشان احاول واعافر. فكل دي حاجات احنا بنطورها وبنكتسبها مع الوقت، وبنلاقي حاجات من نفسنا القديمة اختفت وحاجات تانية بقت موجودة. فانت اللي بيحصل هنا هو ان انت عندك ولاء داخلي او internal loyalty للشخص القديم اللي كان معاك، اللي عاش معاك كل هذه الرحلة وكل هذه التفاصيل. انت بيكون عندك هذا الولاء ليه. ممكن الشخص ده يكون الشخص اللي ما كانش بيغلط كتير، ممكن يكون الشخصية اللي جواك دي كانت بتلعب وبتهزر وبتتنطط بس ما بقاش فيه الوقت لده. ممكن تبقى الشخصية اللي جواك كانت حد حنين وبيحب وبيغرق الناس كلها مشاعر، بس انت دلوقتي مبقتش كده. ممكن تبقى حاجات كتير قوي، ممكن تبقى حاجات كتير قوي قوي. احنا بنتغير
كتير جدا على مدار حياتنا. في إحصائية كانت بتقول إن إحنا كل 7 سنين إحنا بنتغير وبنتطور، طريقة تفكيرنا بتتغير. فهو الفكرة كلها في الانترنال لويالتي، إنه ده بيبقى أكبر حاجة بتحسسنا إنه لا أنا مش عايزة أتغير، لا أنا الشخص أو الشخصية اللي كانت معايا دي هي اللي عملت معايا كل حاجة، هي اللي ساعدتني إن أنا أكون في المكان اللي أنا فيه دلوقتي، أنا مش عايزة أغيرها. وما بناخدش بالنا إنه التغيير ده هو جزء من الحياة وجزء من التطور الطبيعي لشخصيتنا، وإن إحنا مش بنتنازل عن حاجة هي عشان هي غلط أو عشان هي مش صح أو عشان هي خلاص بقت قديمة. لا لا خالص خالص. هي الفكرة كلها إن إحنا عقلنا بيعمل عملية إحلال وتبديل. في حاجات أوكي مبقتش مناسبة فأنا لازم أغيرها وأحط بدلها حاجات تانية مناسبة أكتر، لكن ده مش معناه خالص إنه الحاجات اللي اتشالت دي هي مكانتش مهمة أو مكانتش أساسية، مكانتش محورية، ما لعبتش دور كبير جدا جدا في تكوين الشخصية الحالية اللي موجودة دلوقتي. عمرك سألت نفسك هو ليه ساعات الضغط مش بيجيب نتيجة؟ عمرك سألت نفسك ليه لما ماما بتقعد تزنك تعمل حاجة ده مش معناه ان انت هتعملها؟ هي الفكرة دايما انه الضغط هو مش دايما اللي هيبقى السبب القوي اللي يساعدك ان انت تغير حاجة في شخصيتك او ان انت تتطور بشكل معين او ايا كان، لان المقاومة اللي عندك دي ان انت ما تغيرش، المقاومة دي هي مش راجعة لان انت مش مدرك قد ايه الحاجة الجديدة دي او التطور ده هيكون مهم بالنسبة لك. انت مدرك ده وعارف ان انت لازم تعمل الحاجة دي، بس لما انت تقعد تقول لنفسك اصل انا لازم اتغير، اصل انا لازم اتطور، ازاي انا سايب نفسي كل ده، مش هو ده اللي هيخليك فعلا ان انت تتغير. اللي احنا دايما بننسى ان احنا نعمله هو ان احنا نغير نفسنا بالعافية من غير ما نودع الجزء اللي احنا هنسيبه هنمشي ده. مش دايما بيبقى سهل ان انت تودع جزء ما جواك مهما كان بسيط، حتى لو الجزء ده اللي هو الطفل اللي جواك اللي كان بيحب يلعب بلاي ستيشن وهو صغير. مهم ان احنا نودع الاجزاء اللي احنا هنسيبها ونودعها وداع يليق بيها في تقدير لأهميتها وللدور اللي هي لعبته. لان يعني كل الاجزاء دي سواء كانت الحاجات اللي احنا عايزين نسيبها والحاجات اللي احنا هنزودها هي كلها بتلعب هذا الدور. فطبيعي جدا جدا ان احنا لما نقرر ان احنا لازم هنتخلص من حاجة قديمة عشان نبدل بدلها حاجة تانية، عشان نغير حاجة في شخصيتنا، طبيعي ان يحصل هذه المقاومة. لان بالنسبة لنا الجزء اللي احنا بنتخلى عنه ده هو في يوم من الايام كان هو ده اللي بيحسسنا بالامان، والامان هو اهم شعور انساني احنا بنتمسك بيه. احنا بنعيش في هذه الدنيا عشان نجرب الامان ونعيش فيه، واول ما نلاقيه بنمسك فيه بايدينا واسناننا عشان مش بنبقى عايزين نتخلى عنه. فمهم جدا ان احنا نودع الاجزاء اللي احنا خلاص قررنا انها ما ينفعش تكمل معانا في شخصيتنا. مهم ان احنا نودعها وداع صحيح ولائق، ولانها في يوم من الايام حسستنا بالامان. احنا الاسابيع اللي فاتت كلها بتدور حوالين فكرة الوضوح، وكل اسبوع بناخده بمستوى مختلف. فالوضوح بالنسبة لنا الاسبوع ده هو مش في القرار، الوضوح بالنسبة لنا الاسبوع ده هو ان احنا نفهم الفرق بين الخوف وبين الولاء، وانه مهم نسأل نفسنا هو انا خايف من ايه، هو انا وفي لايه، انهي مبادئ، انهي قيم، انهي حاجات هي اللي بتحركني. مهم ان احنا ندرك اجابات هذه الاسئله، مش لازم ان احنا نجاوب عليها دلوقتي خالص، ولكن
مهم ان احنا نفكر فيها، ان احنا نبدأ نتأمل فيها اكتر عشان نكون واضحين مع نفسنا اكتر من غير ما نقسو عليها. لان احنا في اغلب الاوقات احنا لازم نتغير، لازم اغير الحاجة الفلانية، لازم اتطور. بيكون عندنا قسوة شديدة ناحية نفسنا لمجرد ان الدنيا بتجري بسرعة جدا جدا، فاحنا محتاجين نلاحق على هذه السرعة. فبننسى ان احنا بشر، وبننسى ان احنا محتاجين نكون حنينين على نفسنا زي ما احنا بنكون حنينين على صحابنا واخواتنا والناس اللي احنا بنحبهم. الفيديو ده مش دعوة ان احنا نتغير او دعوة ان احنا نكون شجعان اكتر او خالص. هو مجرد دعوة ان احنا نفكر، ان احنا نهدى، وان احنا نكون صادقين مع نفسنا اكتر، ان احنا نحاول نكون واضحين مع نفسنا اكتر، ان احنا نسأل هل انا خايف، ولا انا في حاجة مهمة جوايا انا ما ودعتهاش بالشكل الكافي، او انا ما حبتهاش بالشكل الكافي، فعشان كده في مقاومة وانا مش عارفة اتخلص منها لاني مش مقدرها صح. وزي ما بقول دايما، يعني اسعى اللي تستاهله مش اللي سهل توصله. اشوفكم الاسبوع الجاي.